ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا، هنعمل ايه النهارده كده؟ ندخل في الفيديو على طول. المايونيز البيتي الروعه الجميل الجامد ده. بصي القوام بقى وبصي الحاجات الجميله دي. يلا بينا كده. هنستخدم ايه؟ طبعا من غير بيض، لان انا صراحه بقرف من البيض اما بيبقى ني، ما بحبوش. هنستخدم ايه؟ كوبايه لبن، معلقه مستردة كبيره، 3 قطع جبنه نستو او كيري. بصوا بقى البتاع الجميل ده بتاع بنتي، خدته اصور بيه العجان روعه. ليمونه ومعلقه خل، وطبعا اساسي الزيت ويكون نوعه حلو، بس انا شايله الاسم بتاعه. ويكون زي ما انت شايفه كده الازازه مشبره، يعني حطاها في التلاجة. والله لو كنتي بقى كل الحاجات بتاعتك ساقعه هيطلع معاكي اجمد واحلى مايونيز، هتاكليه وهتدعي لي. مع المشويات بقى، السلطات، الكول سلو، بصي كله روعه. هنا كنت مطلعه سمبوسه بوريها لك يعني عشان هحشيها. نجيب بقى كده الشفشق بتاعنا، بتاع الهاند بلندر. هتعمليه بالهاند بلندر، هتعمليه بالخلاط، بس الهاند بلندر احلى يعني. حطيت كيلو اللبن، هنزل بقى بثلاث قطع الجبنه النستو زي ما انت شايفه كده. بس يا ريت يكون ملحها خفيف يعني، او لو تبقى ما فيهاش ملح خالص يبقى احلى. هضربهم ضربه حلوه كده مع بعض. اما الجبنه تفك خالص، هقوم نازله اهو. خليكي معايا واحده واحده كده زي ما انت شايفه. عايزه اقولك المايونيز غلي جدا بره، انا مش عارفه ليه صراحه. فلا، طب وعلى ايه؟ طب ما مكوناته كلها في البيت نعمله مع بعضينا. تنزلي بقى بالزيت سرسوب سرسوب كده، حاجه بسيطه. والزيت هتستخدمي من كوبايه لكوبايه ونص على حسب ما يربط معاكي، بس واحده واحده كده زي ما انت شايفه. ولو ما عندكيش مستردة مش مشكله، احنا بس بنحطه عشان يعزز الطعم ويدي لون سيكه كده، ايه يبقى المايونيز مش فاتح قوي يعني، واخد درجه كده يعني يعني بيش شويه. اهو كده بدأ يربط معايا واحدة واحدة. هبدأ انزل بقى بمعلقة المستردة عشان اللون زي ما انا قلتلك، هيبقى كده يعني على اوف وايت شوية. هنا عصرت الليمونة خلاص. وبصي بقى على فكرة دي من باقي حاجات اللعبة بتاعت بنتي، فخدتها منها، عجباني في التصوير. جميلة جدا يا جماعة، بحب الحاجات دي. ومعلقة الخل. وبس خلص المايونيز معانا. ايه رأيك بقى؟ هتشوفي دلوقتي القوام بتاعه روعة روعة، جميل جدا بجد اهو. ولا بقى نجيب البرطمان ب50 جنيه ولا ب70 جنيه ولا الايه الارقام الخزعبلية اللي بنسمعها دي. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس الجميل المحفز. وانا دايما كده يا رب اكون عند حسن ظنك، واقدر اقدم لك كل حاجة حلوة كده تعجبك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.